قال الله في كتابه: وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أسباب سقوط المطر هو تخلل في أنفسنا. قال السلف: من عرف نفسه عرف ربه. بعدنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وفهم على النهج السلف الصالح. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع الله ولا يعصى، أن يذكر ولا ينسى، أن يشكر ولا يكفر، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سئل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل: يا علي، ما المسافة ما بين السماء والأرض؟ هذه الدعوة المستجابة. كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله من أمر الدنيا. لا بد الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وفهمها للنهج السلف الصالح. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله لعلكم تفلحون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال أيضا: وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب، أي بهذا القرآن، أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما حكموا أحكامه ووقفوا عند حدوده، حللوا حلاله حرموا حرامه. وش نقول؟ أصح الجواب عند علماء السلف: فليتق الله الذين يقولون لا إله إلا الله، ثم تجدونهم يحتفلون بأعياد المشركين، بعيد المسيح وبعيد رأس السنة الميلادية. ووالله يا عباد الله، إن هذا الأمر، إن هذه الحرمة كحرمة المسلمين بأعياد المسلمين، تجدونهم يتهاون ويتبادل الأهدية والأطعمة والهدايا، بل إنه قد تجده يسافر ويضرب في الأرض بأعياد المشركين. ألم تعلموا معشر المسلمين بأن الاحتفال بعيد المشركين هو نقص من لا إله إلا الله، وهو نقص من محمد رسول الله؟ ألم ينادكم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكفر أولياء بعض ومن يتولاهم فإنهم منهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار التي أوقدها الله 1000 عاما حتى احمرت، وأوقدها 1000 عاما حتى اسودت، وأوقدها 1000 عاما حتى ابيضت، فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على قبور 6 فيسمع عذابها فتشفل فيه بغلته حتى تكاد أن تلقي على الأرض، ويقول لمن حوله: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فيقول أحد الصحابة: إنهم 6 من المشركين يا رسول الله، ماتوا على الشرك. قال: إن هذه الأمة لتعذب في قبرها. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.